السلام عليكم، اهلا بيكم في الفيديو الثاني في سلسله السيلف هوستنج. قبل ما نبتدي نروح على الكلاود ونشتري دومين ونربطه، تعال اقول لكم كده على حاجه لطيفه. احنا محتاجين ان احنا نعمل فيرتشوال ماشين عندنا عشان نجرب بيها قبل ما نبتدي ان احنا نشتري ريسورسز على الكلاود ونبتدي ان احنا ندفع عليها فلوس. التول اللي الناس بتستخدمها زي فيرتشوال بوكس او فيم وير ورك ستيشن، الحقيقه ان هي تول تقيله جدا، يعني بتسبب بطء عندك في الماشينز، غير ان هي بتاخد كونفيجريشن ووجع دماغ. فاحنا هنتكلم على حاجه الحقيقه ان هي بسيطه جدا، بس الامباكت بتاعها لو استخدمته هيبقى كبير جدا. انت ممكن من خلالها تعمل فيرتشوال ماشين في ثواني، وتبقى ايدنتيكال لنفس اللي انت هتعملها على الكلاود من خلال استخدام الكلاود انت. يلا بينا نبتدي. اللي احنا هنستخدمه النهارده هي المالتي باس، وديت من الشركه اللي عامله اوبنتو. وكانت الهدف من الكلام دوت ان انت يبقى عندك فيرتشوال ماشين تقدر تعملها بسرعه لوكال على الجهاز، بحيث ان هي في النهايه تبقى شبيهه للموجوده على الكلاود، بحيث ان انت لو شغال بتكتب كود او بتست حاجه تبقى انت عارف ان انت بتعمل الكونفيجريشن ديت لما تطلعها على الكلاود هتشتغل، غير ان هي خفيفه وما بتاخدش ريسورسز كتير. تعالوا كده نبص، لو انت شغال على ماك ويندوز او لينكس هتشتغل معاك مفيش اي مشكله، لان هي اصلا في الاساس بتستخدم الديفولت هايبرفايزر الموجود على الاو اس بتاعك او على الجهاز بتاعك. فيها سي ال اي للناس اللي هي بتحب سي ال اي، الناس اللي هي ما بتحبش تتعامل مع الكوماند لاين موجود ليها داشبورد ديسكتوب ابلكيشن تقدر ان انت تستخدمه. بكل بساطه لو انت بتحب ان انت تنستول الكلام دوت من خلال السي ال اي، فممكن تستخدم برو لو انت ماك او ويندوز او لينكس باكج مانجر. لو انت بتعمل فيرتشوال ماشين بكل بساطه انت بتقول له مالتي باس، انا عايز لانش فيرتشوال ماشين واديها لي 2 سي بي يو و4 ميموري و200 هارد ديسك، وتدي له الاسم بتاعها، وفي الاخر بتدي له الايمج اللي انت عايزه يشتغل منها. موضوع بكل بساطه، وتقدر من خلال الجي يو اي ان انت تستوب، تستارت، تعمل ديليت، تعمل كل اللي انت بتعمله في الفيرتشوال ماشين، او من خلال الكوماند اللي اسمه مالتي باس زي ما انت شايف، ستارت، ستوب، بيرج. طيب اقدر اس اس اتش عليها زي الفيرتشوال ماشين العاديه؟ تقدر ان انت تكونكت عليها بالاس اس اتش عادي، وتقدر ان انت تكونكت عليها دايركت من خلال الكوماند بتاع مالتي باس اكزيك، وتدي له اسم النود وتبتدي ان انت تاكسكيوت الكلام دوت. او تقدر ان انت تستخدم مالتي باس شيل وتبتدي ان انت تبقى جوه الماشين، وتقدر ان انت تعمل فيها كل اللي انت عايزه. طب لو انت شغال على بروجكت وعايز الفايلات اللي موجوده على الجهاز بتاعك تبقى موجوده جوه الفيرتشوال ماشين، في الحاله ديت انت ممكن تعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت ممكن تماب الفولدر الموجود عندك في اللوكال ماشين وتحطه جوه الماشين. حته تانيه، لو انت عايز تنقل فايل فعلا جوه الفيرتشوال ماشين، فانت ممكن تستخدم مالتي باس ترانسفير وتدي له اسم الفايل والمكان اللي انت عايز تبعت فيه. تمام. الحته الاخيره ان انت لو بتتعامل مع كلاود، تمام، وعايز السيت اب اللوكال بتاعك يبقى ايدنتيكال، فانت ممكن تستخدم الكلاود انت. تمام. وهو بكل بساطه لو انت ما تعرفوش، هو عباره عن يعمل فايل كده انت بتكتبه، والفيرتشوال ماشين لما بتيجي تتكريت او السيرفر لما بيتكريت على الكلاود بيبتدي ان هو يكسكيوت كل الحاجات ديت وهو بيبتدي. فتقدر ان انت تعمل انستول لاي سوفت وير انت عايزه، تقدر ان انت تكونفيجر اليوزرز، تكونفيجر الاس اس اتش كيز، تعمل ابديت، تبتدي تعمل حاجات كتيره جدا. تعالوا بينا نبتدي ان احنا نعمل لها انستول عشان ما نضيعش وقت كبير. اول حاجه هتعملها هتخش على جوجل وتقول له انا عايز مالتي باس. هنا كده تبتدي يدخلك على الموقع بتاع كانيوكال، وديت الشركه بتاعت اوبنتو. هتضغط هنا كده على انستول، هيبتدي ان هو يقول لك انت لينكس ولا ويندوز ولا ماك. تبتدي تقول له انا شغال على ويندوز وعايزك تعمل لي داونلود. بص هنا كده بيقول لك ان انت محتاج ويندوز 10 برو، تمام، او اي فيرجن من ديت. واعتقد اصلا اغلب الناس دلوقتي بقت ويندوز 11. فتعالوا هنا كده نخش، دبل كليك، هيبتدي ان هو يفتح الانستولر عندك، تعمل اكسبت، نيكست، نيكست، كانك بتنستول اي حاجه عندك. بعد كده هيخلص تقول له اوكي. طيب بعد ما ينستول الكلام دوت قدامك طريقين. الطريق الاولاني ان انت تستخدم الديسكتوب ابلكيشن، الطريق الثاني ان انت تستخدم سي ال اي. تعالوا نفتح كده مالتي باس من الويندوز، اضغط عليها هنا كده هتفتح لك الداشبورد دي. تبدا ان انت تختار انت عايز حاجه فيرجن معينه من اوبنتو، او مثلا خلونا نستخدم 26. تعالى هنا كده قول له انا عايز كيوب اوبس ديمو. هقول له هنا كده انا عايز 2 سي بي يو، وهنا كده نحط 2 جيجا رام 48. تعالى هنا كده اقول له انا عايز 50 جيجا هارد ديسك.
ولو انت هنا كده عندك بروجكت انت شغال عليه على جهازك، ممكن ان انت تعمل له براوز من هنا وتخليه ان هو باين عندك في قلب الايه الفيرتشوال ماشين. ممكن اعمل هنا كده وابتدي احدد انا عايز اصلا يبقى موجود في قلب الانستنس ازاي. انا مش محتاج دوت. هقوم جاي عامل هنا كده لانش، وهتبتدي الانستنس نفسها هيبتدي ان هو يكريتها. تمام. هتستنى شويه، اول ما تخلص هيبدا عندك الشيل دوت. تقدر ان انت تضغط عليه، تقدر تشوف الديتيلز بتاع الانستنس من هنا، وتقدر ان انت في نفس الوقت تلانش واحده تانية وثالثه بنفس الطريقه. يعني انا لو عايز اعمل واحده تانية اوبنتو واقول له انجن اكس في ام، وهضغط هنا كده بنفس الطريقه وهقول له كرييت. اداني هنا كده قال لي كان نوت كرييت ذا في ام، ممكن تلاقي انا ما ضغطتش عليها. طيب تعالوا نعمل انستول لديت، نقول له هنا كده لانش. تمام. بيداونلود هنا كده الايمج بتاعتي، وده بالظبط اللي هيحصل معاك اول مره لما تيجي تعمل فيرتشوال ماشين بايمج مش موجوده. بعد كده لما يخلص هيبتدي ان هو يديك اكسس للماشين. تعالوا نرجع هنا كده تاني، هقول له انا تعالى على كتالوج، اقول له اعمل لي فيرتشوال ماشين تانية اسمها داتابيز في ام، او خليها نقول له ماي سيكوال داتابيز. اقول له هنا كده ده 2 كور، واديها لي 1024 و30 جيجا رام، 30 جيجا ستورج. واقول له كده اعمل لي لانش، فبقى عندي هنا كده 2 فيرتشوال ماشين. الاثنين هنا كده هيبتدوا ان هم يكريتوا. خلونا نستنى لحد ما يخلصوا. الماشين بتاع الانجن اكس خلصت. خلينا كده نبص نعمل زوم كده. هتلاقي هنا كده ان الايمج اللي هو استخدمها اللي هي اوبنتو 24، وديت السبيكس بتاعتها، وتقدر ان انت من هنا كده تعمل لها ستوب ريستارت او ديليت، وتقدر ان انت تشوف الديتيلز بتاعتها من هنا. تعالوا هنا كده نبص على حاجه تانية. انا ممكن استخدم الكوماند لاين ان انا اعمل لانش لانستنس من السي ال اي. تعالوا هنا كده نقول سي ام دي، او تعالوا نجيب باور شيل، باور شيل او ويندوز تيرمينال. تيرمينال هنا كده هنقول له احنا عايزين باور شيل. هقول له اول حاجه مالتي باس. تمام. هيبتدي ان هو كده انا كاتبها صح، مالتي باس. تمام. هيبتدي ان هو يديني لسته للكوماندات اللي انا اقدر اعملها. انا هقول له هنا كده انا مالتي باس عايز اعمل لانش. تمام. قبل ما اعمل لانش اقدر ان انا اقول له ليست هنا كده، هيديني الانستنس اللي انا شغلتها. ممكن بكل بساطه اقول له مالتي مالتي باص، هقول له لانش. تمام. واقول له داش داش نيم، عايز اسميها ديف باي سيكوال. وهنزل هنا كده اقول له سي بي يو، وهقول له 2. هقول له داش داش ميموري، وهقول له انا عايز 1 جي بي. تمام. وهقدر ان انا اقول له بنفس الطريقه الديسك، واقول له 10 جي اللي هي جيجا. وهقول له في الاخر خالص انا عايز الكلام دوت مثلا من الايمج اللي اسمها اوبنتو 24 مثلا، اللي هي 24.04 اعتقد. تمام. هنا كده في مشكله في السي بي يوز، هي بالاس. تمام. هنا كده ابتدى ان هو يكريت الفيرشوال ماشين. تعالوا كده نكبر الخط شويه ونخش على سيتنج باور شيل ابيرنس. تعالوا نيجي على دوت نخليه كده 16، واقول له هنا كده سيف. ارجع هنا كده، اعتقد ان ده كده افضل. طيب، لحد ده ما يخلص تعالوا نبص على حاجه تانية مهمه. انت ممكن تعمل فيرتشوال ماشين بدا ان هي تبقى انيشاليزد. ممكن تعمل فيرتشوال ماشين باستخدام الكلاود انت، بمعنى اصح ان الحاجه اللي انا استخدمها على الكلاود ممكن تبقى بكونفجريشن جاهزه، وكل مره انا بكريت فيرتشوال ماشين ما ابتديش ان انا اعمل فيها نفس الكونفجريشن. بكل بساطه بص كده بدات ان هي تشتغل مالتي باس ليست. تمام. بقى عندي تو فيرتشوال ماشينز، وعندي هنا كده اي بيهات ليهم، اقدر ان انا اخش عليهم بنفس الطريقه. يعني لو انت بتحبش اليو اي، هقول له هنا كده شيل، وهدي له هنا الاسم بتاع الفيرتشوال ماشين بتاعتي. هقول له كده شيل. تمام. بقيت انا جوه الفيرتشوال ماشين واقدر ان انا اتعامل معاه. هعمل هنا اخر حاجه هبتدي ان انا اتعامل معاها ازاي، ان انا اعمل اوتوميشن باستخدام كلاود انت. تعالوا كده نفتح الفيس كود بكل بساطه ونعمل فولدر كده. تمام. نفتح اوبن فولدر، اعمله في اي حته هنا كده. اقول له VMs Cloud Init. هختار دوت. بكل بساطة هتيجي هنا كده، اقول له Trust
بكل بساطة هتقول له أنا عايز أعمل فايل اسمه cloud.config.yaml، أي اسم أنت عايزه. الموضوع مش محدد باسم معين، المفروض إن هو يكون يعمل فايل ويكون الفورمات بتاعته كويسة، وده هو المطلوب. تعالوا هنا كده نبتدي إن إحنا أول حاجة إن أنا ممكن أجنريت شوية حاجات زي اللي إحنا نعملها دلوقتي. إن أنا أحدد مثلا التايم زون بتاعي، مثلا يعني فور اكزامبل ان انا احدد الهوست نيم. فاحنا تعالوا كده بكل بساطه، تعالوا نكبر ده كده شويه. انا بقول له هنا كده ده عباره عن كوميت، انت ما بيعملش اي حاجه، ده بس ريدابل ليا. هقول له انا عايز الهوست نيم بتاع الفيرتشوال ماشين تبقى اسمها ديف بوكس. بعد كده هقول له انا عايز اكريت يوزر، بحيث ان انا لما اجي اعمل لوجن اليوزر دوت يبقى واخد اكسس، واخد روت، واخد محطوط ان هو في السودر. فانا بكريت يوزر اسمه ديف هنا وبحطه في الجروبس ديت، وبيقدر ان هو يسويتش بدون باسورد. مثلا حاجه زي ديت اعتقد الناس كلها بتقعد تضيع وقت فيها. محتاج اول ما الماشين ديت تشتغل عايزه ان هو يعمل انستول للباكجز ديت، مش عايز يضيع فيها وقت. عايزه انستول دوكر كومبوز، انستول بيب، انستول دبليو جيت والكلام ده. بعد كده ممكن ابتدي اكستمايز لو انا عايز كونفيجريشن معينه لاي مثلا زي انجن اكس، اي حاجه انت عايزها. فانا مثلا بقول له هنا كده انا عايزك لما افتح الماشين ديت تقول لي مثلا ديف بوكس مالتي يعني اي حاجه انت عايزها. اقدر ان انا كاستمايز مثلا الباش ار سي، وابتدي ان انا احط مثلا حاجات زي ديت. اخر حاجه لو انا عايز ارن كوماندات، مثلا ان انا ستارت شويه سيرفيسز مثلا، ممكن استخدم ران كوماند. ولو انتوا عايزين فيديو كامل لموضوع الكلاود انت وازاي ان انا اعمل بيه فول اوتوميشن، اكتبوا لي في التعليقات وانا ممكن اشرحه واعمله فيديو منفصل. انا هنا كده بقول له ايه، بص روح اعمل سورس للباش ار سي، وستارت كل السيرفيسز ديت، ودخل لي اليوزر اللي انا عملته فوق دوت، ويوزر اوبنتو حطه لي في الجروب بتاع دوكر. الناس اللي بتستخدم دوكر اكيد بيطلع لها دوكر بيرميشن دينايد لما بتيجي تعمل دوكر رن عشان انت مش روت. تعالوا نخلص بقى ونعمل رن للكلام دوت. قدامك طريقتين، يا اما تعملها من اليو اي زي ما اتفقنا، او تعملها من البتاع دوت هنا من الكوماند لاين. بكل بساطه انا هقول له مالتي باس لانش، عايز اعمل لانش لانستنس داش داش نيم، هسميها ديف بوكس، سميها اي حاجه انت عايزها. لو عايز تحدد السي بي يو قلنا بنكتب سي بي يوز، واقول له هنا كده انا عايزها 1 سي بي يو، وداش داش ميموري هقول له مثلا 2 جي اللي هي 2 جيجا. وهقول له هنا كده داش داش ديسك، وهقول له انا عايز 50 جيجا. وهقول له داش داش كلاود داش انت، وهقول له هنا كده في الباص اللي انا واقف فيه اللي هو كلاود داش انت. تمام. وفي الاخر لو انت عايز سبيسيفيك فيرجن من اوبنتو هقول له انا عايز الفيرجن اللي هي 24.04 او 24 0 4 انجليزي ما علينا. هضغط هنا كده واقول له اوكي. هيبتدي ان هو يكريت لي البوكس دوت، وهيكريت لي الفيرتشوال ماشين ديت. تعالوا كده نكبر، اتمنى ان انتوا تكونوا شايفين تمام. بعد ما البوكس دوت يبتدي ان هو يكريت الفيرتشوال ماشين عندي، هتشوفها هنا كده هتلاقيها في المالتي باس. يعني انت لو جيت هنا كده من فيرتشوال ماشينز هتلاقي ان في هنا كده انستنس كريتد، الستيتس بتاعتها ان هي ستارتد. ولو عايز تخش من الشيل هنا وانس ان هي اكتيفيتد تقدر ان انت تخش من هنا. وده الستيتس بتاعتها دلوقتي الميموري يوسج والسي بي يو والديسك ستيس ديسك يوسج. تمام. استنوا كده لحد ما يخلص. تعالوا نرجع هنا كده للفي اس كود، اضغط هنا كده. تمام. قال لي الانيشاليزيشن كومبليتد، فانت تقدر ان انت بكل بساطه تخش تعمل لانش او تعمل اس اس اتش وتخش عليها، او تخش من اليو اي. بدا ان هو يلانش الانستنس، الفيرتشوال ماشين بقت جاهزه. بنفس الطريقه ممكن تقول له مالتي باس ليست، هيبتدي يجيب لك الليست بتاعتها. هتلاحظ هنا كده ان دي واخده 2 اي بيز بسبب ان دوكر انستولد على الانستنس ديت. فدوكر بيديك يعني زي نتورك كارد او كلام من ده، يعني سيبنا من التفاصيل ديت دلوقتي. تعالوا هنا كده نخش جوه الماشين ديت ونشوفها. لو قلت له مالتي، معلش الجهاز عندي بطيء شويه، مالتي باس، هقول له شيل، وهديله هنا كده ديف
داش بوكس وهقول له لوجن. بص كده اداني دي الفيرتشوال ماشين بتاعتي لو قلت له كلير. طيب احنا اول حاجه عملنا يوزر اسمه ديف. لو قلت له سويتش هنا كده وتعالوا كده اقول له انا عايز اخش لليوزر دوت، خلي بالك ان اليوزر هنا كده بقى موجود الكاريت، وده اللي انا كنت عامله فوق كده. لو احنا عملنا تقسيمه للكلام ده ده اليوزر بتاعي اللي هو ديف ات الهوست نيم اللي هو ديف بوكس اللي انا عملته. تمام. المفروض ان انا قايل له عايز اعمل انستول للدوكر، دوكر موجود. لو قلت له هنا كده انا عايز دوكر كومبوز، تمام، دوكر كومبوز بقى موجود. لو انت واجهك اي مشكله ولقيت ان في تولز مش موجوده، ففي الحاله ديت كلاود انت بتكون لسه ما خلصتش، ولو محتاج ان انت تبص على اللوجز بتاعتها ممكن تعمل تيل على الفايل بتاع اللوجز بتاعتها في var log cloud init داش لوج، وهيبتدي ان هو يديك هو بيعمل ايه دلوقتي. شكرا ليكم واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنساش تعمل شير ولايك. مع السلامه.